شرف ابو العز شرف. يلا يلا. يا ميت عليهم سلام ابو العز. خيرية سوي لنا شاي. حاضر اخي حاضر. يعني مشي حالك؟ ايه والله وخلصنا منها، وانا لهلا ما بعرف ليش اخذ من نوري. والله خلينا عمي ابو عصام، لولا يمكن ما طلعنا بنوم. ليش انت شفتها لخيرية؟ لا يا مو انا شفتها ما شفتها، انا ما بعرفها غير انها بنت معلمي ابو خاطر. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابني. شو يعني؟ يعني بيت ابو خاطر جماعة طيبين ومن اوادم اهل الحارة، بس انا برأيي نستنى شوي. ليش يا مو؟ يا مو هلا نحن مو فاضيين، ملتهيين بعرس اختك، مو شايفنا مشغولين بالخياطة؟ يا مو شو دخل هي بهي؟ لسه ما تحدد العرس تبعها. بس الجماعة قالوا مستعجلين. يعني استنى، ما راح تطير خيرية خانم من ايدنا. يا مو انا حاسس كأنه ما بدك تخطبي لي اياها، فيها شي مو عاجبك؟ مين قال هالحكي؟ لك يا مو الخطبة مو سهلة، بدي روح أنا وأختك بوران وتضايق أم زكي ونفصل النقد ونحكي بملبوس البدن وشوفها بتناسبك ولا ما بتناسبك. ولشو كل هالشي يا مو؟ بركي منطقها ما عجبني، بتلدغ بلسانها وبدي شوف اسنانها فرق ولا صفة وحدة، بدي راقب مشيتها وحركتها وقعدتها وقومتها وأكلتها وشربتها، بدي اتأكد من سمعها، بركي ما بتسمع طرشة، بركي شرنة وخمة وسخة. والله إذا وسخة فلا فوت على هذا البيت، لو بتنطح راسك بأربع حيطان. كل هالشي يا مو؟ إيه لكان هي عيشة بدك تعيشها معها، وما بدي يكون أنا أصل السبب بزعلك إذا ما طلعت مثل ما بدك يا مو. وهلأ شو يا مو؟ هلأ قوم روح على شغلك، وأنا بس يفضى راسي من عرس أختك دلال بروح وبشوف لك إياها. منيح هيك؟ اللي بدك يا مو، اللي بدك يا